حته انا عايز اكلمه فيها. موديز ده اللي احنا عمالين نقول دلوقتي صفقه كويسه ولا صفقه وحشه ولا كده. قول لي شكل اللعب اللي الراجل ده عامله له عشان يخدمه. مفيش. يعني انت النهارده انت اللي مخلي انت كمدرب انت اللي مخلي شكل اللعيب ده وحش. الراجل ده لا بس هو كمان ده النهارده الراجل اداله الكوره ايمن. ماشي يا كابتن رضا، بس انت في حاجات الراجل ده انت بتعمل له كام كروس عرضي؟ ده علي معلول النهارده ولا كروس عرضي؟ لا بيعملوا لا بيعملوا النهارده عملوا. اسمع الكلام، هو اللي تايه. ده في واحده كان هيجيبها في نفسه في السيتي. هالاند ده لما انتقل يا فاروق مش غيروا اسلوب اللعب كله عشان هالاند ده يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انت النهارده بس عشان كلامه على المدرب. بص النهارده حسين الشحات، انت خادم الفيرود اللي انت جايبه ده، انت خادمه في شكل اللعب. انت عارف ليه؟ عشان في بيرسي تاو وحسين الشحات، ده بيعمل كده عشان يعملها كده وده بيعمل كده عشان يعملها كده. انا مش هفضى الا لما اتزنق او جاي اعملها له. لا وهو كمان يا كابتن لما انا بحس ان ان الفيرود مش بيقوم بالدور، انا ببتدي اشتغل الشغل العادي اللي كنت بتعود عليه، وده اللي حصل. فده وجهه نظري النهارده ان هم حسوا ان موديست ما بيطلعش خالص ولا بينط خالص ولا الشغل ده ابتدى يشتغلوا هم كلاعيبه. احنا مش مختلفين بس انت برضو انت عشان تظهر. لا بس هو صفقه لو هو الراجل بعيد فنيا كنت لازم اشتراكاته كانت تبقى بتوقيتات صغيره. لو انت الراجل انت جايبه وانت بتراهن عليه من الاول ان هو يلعب، لازم كان يبقى زي امام كده. انت جبت امام وراهنت عليه من البدايه، انت عارف ان اداؤه هيبقى كده. فهو الراجل ده برضو بص، اصل استحاله واحد لعب في الدوري الالماني الوقت ده كله يا فاروق وعنده كميه الاهداف اللي سجلها دي، واحنا نيجي بص في فرق في الريتم بين الدوري الالماني والدوري المصري، في فرق في الريتم، في فرق في تحرك لعيب في توقيت هو ممكن مش لاقي نفسه. خلي بالك يا ايمن ريتمه اسرع من اللعيبه. انا ما بتكلمش خلي بالك يا ايمن، خلي بالك يا ايمن مع كل الاحترام، هو شكله بقاله فتره قاعد، هو قاعد من شهر 6 لما شكله تقيل قوي. يعني شكله حتى في التحرك بتاعه مفيش مرونه ورشاقه ومفيش مثلا. يعني هقول لك على حاجه، الماتش اللي فات بتاع انبي كان اخر حاجه انبي صح؟ في واحده لو هو بقى في رشاقه ومرونه اللي عملها بالدماغ دي كده جول بالظبط. هو طلع وقام جاي عامل كده عشان هو. وبعدين طب يعني هو معطل هجوم الاهلي النهارده. طبعا. انت عارف النهارده كهربا بنص رجل كان جاب له جونين. الماتش اللي فات بتاع انبي كان جاب له جونين كهربا، واخد بالك؟ لا ونرجع لحاجه يا كابتن رضا، ده اختيار المدير الفني. لا خلي بالك، اسمع بس لا الفيرود ده هو بكره لا يمكن يوم ما هيمشي اسمعني بس المدير الفني يقول لك انا ما جبتوش. لا يمكن لان كولر هو اللي ده اختياره هو خلاص، هو اللي بيبصم على اي لعيبه كابتن. ايه شفت؟ لا انا معاك في الكلام بس انا بقول لك هو قاله ده اختياره. خلي بالك اصل كولر ده اكبر واحد بيتحجج. يعني ده بص هو دلوقتي مثلا امتى تحجج يا كابتن؟ امتى تحجج؟ قول لي كده تحجج. لما السنه اللي فاتت كان بيتعادل ويقول لك انا عايز الجمهور بتاع الجمهور يبقى اكتر زي يبقى الجمهور منافس. اي مدير فني لا طبعا عايز الجمهور انت بتعادل، ده وضع طبيعي. انت بتعادل واخد بالك، وبعد كده استنى بس ولما يقول يا جدع يا عم تسمع الكلام بقى، ما تبطلوا بقى النغمه دي. طيب. ولما يقول لك ان انا ما عنديش فيرود، ما تمسكنا نادي الاهلي يا عم ايمن يا عم ايمن ده قال تصريح السنه اللي فاتت موت كل الفراوده لما قال لك ان انا ما عنديش فيرود. عندك شادي حسين انت جايبه من سيراميكا، كان هداف سيراميكا والدوري يعني كان شويه وينافس على الدوري وهو بيلعب فين؟ واخد بطوله الدوري كابتن حتى من غيره. يا عم وحياه ربنا ما في فرق، وحياه ربنا ما في فرق. هو مش مشكلة. لا ما هو امه بقى ده عيال ولا دوري ابطال مش مشكلة. امه ده لا ده انتوا كنتوا لايصين، ده انت ماتش هناك لايصين، ده انت الكوره بس من عند ربنا عشان جمهور الاهلي. اسمع بس عشان جمهور الاهلي. ده كلام مش مظبوط. انا دلوقتي راجل باخد ده انت اللي كلامك مش مظبوط. دوري ابطال والله انت انا محتاج. طب ما موسيماني جاب لك مرتين، طب زي الفل مشيته ليه؟ شايفين بقى تطلعاتنا بشكل مختلف. طب على الاقل موسيماني جاب لك ثالث كاس عالم، ثالث كاس عالم. ده ما جابلكش ثالث كاس عالم، جاب لك رابع كاس عالم ولا خامس صح؟ كاس عالم. طب اقول لك على حاجه والله العظيم والله العظيم الراجل ده بقى لو كان فعلا ادرجي كان لازم يجيب مصطفى فتحي، وكان لازم يجيب مهند لاشين، وكان لازم يجيب. كان هياخد ايه بقى كاس ما انا بقول لك عشان تاخد. انت دلوقتي مش ايمن لسه بقول لك انت مبروك عليك افريقيا ومبروك عليك الدوري، ناقصك بقى كاس العالم. لا سيبك بص خليك بقى ارتقي للعالميه بقى. طيب ماشي. لو جاب الناس دي اقسم بالله ياخد كاس عالم حتى لو هو ما قالهمش حاجه. بص يا فاروق النادي الاهلي بيساعد اي حد على التاريخ. اكيد. طب اسمحوا لي نطلع فاصل لان انا برضو عندي الوقت قليل وعايز اتكلم في ماتش الزمالك امبارح والبنك الاهلي. عايز برضه اخد كابتن رضا عبد العال ورايكم في الماتش بتاع امبارح لانه الماتش كان صعب. احنا فاضل نطلع للفاصل ومكملين مع كباتن مصر بعد الفاصل.
بيقدم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء رائع بقميص الفارس الأبيض في الآونة الأخيرة لينال إشادة جماهير القلعة البيضاء. وبيعد الأباتشي زي ما بتطلق عليه جماهير الزمالك أحد أهم وأفضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ القلعة البيضاء، ومن أكثرهم إخلاصاً وانتماءً لأبناء 100 عقبة. وساهم شيكابالا مع الزمالك في تحقيق أول فوز في بطولة الدوري بعد ما سجل هدف قاتل في البنك الأهلي بالمباراة اللي جمعتهم مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة، ليصل الفتى الأسمر للهدف رقم 50 ببطولة الدوري الممتاز بواقع 48 هدف بقميص الزمالك وهدفين بقميص الإسماعيلي، وذلك في 260 لقاء شارك فيهم. ولد محمود عبد الرازق شيكابالا في 5 مارس 1986 بقرية الحصاية بمحافظة أسوان، وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين